وكلها مشاريع لا تزيد إلا في ارتفاع سرعة مغرب المونديال عن مغرب اللا مونديال. يجب أن ننتبه، إلا ما كانش واحد الالتفات لهذه المناطق وتقليص الفوارق، راح هذا المونديال غادي يزيد في سرعة مغرب عن مغرب. الحكومة مطالبة بأن تشرح للمغاربة من أين ستأتي بمئات الملايير الدراهم لتمويل جيل جديد من التنمية المحلية، كيف ستحد من الفوارق بين أكثر من مغرب، ثم كيف ستعيد بناء الأولويات، أولويات النموذج التنموي المعتمد فعليا وليس ذلك الذي كتبه بن موسى. للأسف الشديد هذا نقاش غائب اليوم. الأحزاب اليوم التي تستعد للانتخابات القادمة عليها أن تشرح للمغاربة بالأرقام من أين ستأتي بالمال لتمويل برنامج جبر الضرر الجماعي في المغرب المنسي. هل نريد فعلا مغربا متوازنا، أم أننا تعودنا على مغرب بسرعتين، واحد يركض نحو واجهة المونديال العالمية وآخر يترك لبرد الثلج وحرارة الصيف في رؤوس الجبال؟ هل نريد المغرب مغرب الفنادق ال5 نجوم في الدار البيضاء وفي مراكش وفي طنجة وفي أكادير، مغرب TGV الذي يمر ولا يتوقف، ملعب بن سليمان الذي سيكلف ملايين الدولارات، أم المغرب الحقيقي حيث يوجد الناس في الدواوير والقرى المنسية وفي الأحياء الشعبية يحتاجون لكل شيء، في المدرسة التي لا يصلها الماء، تصوروا هناك مدارس في العالم قريب ما فيهاش الماء وما فيهاش الطواليت، في المستشفيات التي لا يصل إليها الطبيب، أي بوغماز خرجوا يطلبوا طبيب واحد للمستشفى اللي عندهم. إذا لم تصل رحمة الدولة إلى هؤلاء فلا فائدة في كل ما نبنيه. الإنسان، بناء الإنسان مقدم على أي شيء. لنربط المغرب اليوم ومغرب الغد، وكي لا نبقى ندور في نفس الحلقة المفرغة بين مغرب نافع وغير نافع، لابد من إرادة سياسية. هذه هي الحلقة المهمة التي منها ينبثق الأمل. أمل ما زال مخنوقا إلى اليوم بفضل أو بسبب مواريث الماضي.